بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما الرد على اتهامكم في هذا المقطع أنك تريد من قولك يا أبا عبيدة جاهد بالسنن أن يترك الجهاد ضد اليهود ويجلس ليأتي بالسنن كالنوافل من صلاة وصيام وتلاوة قرآن، أو يتعلم الحديث النبوي ويقرأه، مع أن الجهاد فرض، فكيف يترك الفرض ويأتي بالسنن؟ الحمد لله رب العالمين. والله إنها لفضيحة كبرى لكل أصحاب هذه اللحى وغير اللحى الذين خرجوا يحاكمونني إلى هذا المقطع جاهد بالسنن. وكانت المفاجأة، وليست عندي بمفاجأة لكن مفاجأة لكم ولغيركم، وكانت المفاجأة وهم يسمعون المقطع ليلا نهارا مع القطع والبتر وأنا أقول يا أبا عبيدة جاهد بالسنن. وعلى فكرة أنا ما أقصد أبا عبيدة كرجل، هذا رجل مجهول ما يعرف لا بعلم ولا بكذا، هذا رجل مجهول. كان أخاطب كيانا، يعني يا أبا عبيدة ومن وراءك، يعني يا كيان حماس، يا كيان حماس، لكن أنا أخاطب هذا. وإن أبو عبيدة مجهول من مجاهيل، أبو عبيدة طالب علم، أبو عبيدة عنده كتب نرد عليه، ومتحدث رسمي، متحدث، مو لا بقائد ولا بكذا، متحدث. فأنا أريد من وراء هذا الكيان حماس، أريد من وراء هذا الفكر إخوان المسلمين، أريد من وراء هذا الضلال المبين الذي خرج عن السنن، الذي خرج عن السنن، والذين وضعوا أيديهم في أيدي الروافض والنصيرية والشيعة وغير ذلك. أريد تصحيح الجهاد ليكون وفق السنن، فلهذا قلت جاهد بالسنن. وقبل أن أقول جاهد بالسنن قلت أنت من وضعت يدك في يد إيران، في يد إيران. واسمعوا ما قلته تماما تماما، هذا الذي قلته له تماما. قبل هذا أنا قلت له أنا عاوز تقول اللهم إني أبرأ إليك من إيران، ولو أخذ نتنياهو الأرض فلا مقارنة بين أن يأخذ نتنياهو الأرض أو يأخذ الخميني الاعتقاد. إن كنتم تعقلون، إن كنتم تفهمون، يا أبا عبيدة جاهد بالسنن. وليس من السنن أن تتبنى إيران وأن تتبنى الشيعة وأن تمدح إيران وأن تمدح الشيعة وأن تثني على من كفر الصحابة، على من اتهم عائشة بالزنا. يا أبا عبيدة وطنك الأكبر هو الإسلام، هو أحكامه، هو دينه. ثم قلت له بأنك لا تضع يدك في يد هؤلاء، صحح منهجك وصحح عقيدتك قبل أن تحمل سيفك. العجيب أن كل من رد علينا فسر السنن عجيب والله، فسر السنن بالنوافل والتطوعات، وقالوا هشام البيلي يريد من أبي عبيدة أن يضع السيف ويقوم يصلي بالليل ويقوم يقرأ القرآن. من المجنون الذي يقول هذا أصلا؟ أنا أقول لكم من قال ضع السيف عند قتال اليهود وقم صلي ركعتين وقم الليل فهذا مجنون، هذا جاهل، أقل رتبه أنه جاهل. كيف أقول أنا؟ لأنهم لا يعرفون السنن التي نعرفها وندرسها، السنن التي هي الإسلام. جاهد بالأصول، جاهد بالسنن. فما المراد بالسنن؟ كل السنن. وما المراد بكل السنن؟ كل الإسلام. وما المراد بكل الإسلام؟ كل شرائعه. وما المراد بكل شرائعه؟ عقيدة وعبادة ومعاملة وجهاد وغير ذلك. فالجهاد فرع من السنن. عرفت السنن؟ السنن التي الإسلام كله، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك في الصحيحين قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. سنة الضحى، قيام الليل، السنة التي قالها النبي في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح عند أبي نجيح العرباض بن سارية، وفيه وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بماذا؟ بسنتي. يعني قيام الليل، قيام الليل عند الاختلاف في الأمة، في طائفة تقوم الليل وتقرأ القرآن. والله يا أخواني هذا فسروا السنن بالنوافل، ولهذا قالوا لنا
كيف تدعو أبا عبيدة لأن يؤدي السنن وهو بيؤدي الفريضة؟ السنن التي نقولها هي الفريضة، بل هي الفرائض، بل الإسلام كله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنن هي الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما قال له حدثاء العهد: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، شجرة يعني نموت بها أسلحتنا كما للمشركين ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. في ضبط السنن قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السنن السبيل والمنانات، السنن الطرق، السنن هي الإسلام كله. يا إخواني، وأنا أخاطب إخواني الذين كانوا يجهلون المسألة. أنا لا أخاطب الإخوان والتنظيمات الإرهابية هؤلاء لن يرجعوا. أنا أخاطبكم أنتم أبائي إخواني، يا من أخذتكم العاطفة، وأنا والله أعذركم لأنكم وقعتم في شباك في شباك من لا يرحم، في شباك التكفيريين. اليوم أنا ما أقول افصلوا بيننا، أنا ما أرضى أحدا يفصل بيننا إلا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أنا بفضل الله لا أهاب أحدا ولا أخاف أحدا ولا أرجو أحدا إلا ربي جل في علاه. حدثوني بالسنن إن كنتم صادقين. عرفتم السنن؟ هذه السنن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول السنن يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نتنياهو يدخل علينا نقول له انتظر حتى نقرأ عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن ضد البدع. السنن هي الإسلام كله. واسمعوا معنى السنن. قال مكحول رحمه الله تعالى: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها حرج. إذن في سنة فريضة وتركها كفر، وفي سنة فضيلة. السنة فريضة وفضيلة. أنا والله يا أخواني بارك الله فيكم، أنا كلامي يفسر بعضه بعضا الحمد لله، وكنت عازما على ألا أتكلم بل أترك الكلمة. جوب الكرة الأرضية جاهد بالسنن. الشيخ بتاع جاهد بالسنن نعمة والله. لكن أحببت أن أعلم إخواني الكلمة التي عشقها قلبي وتعلقت بها دعوتي، وعليها واليت وعليها عاديت ولها أعطيت ولها منعت. أحببت أن أدارس إخواني ما السنن. قال ابن تيمية رحمه الله: إن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. يا أبا عبيدة جاهد بالسنن في الاعتقاد، في أمور الاعتقادات، في أمور العبادات، في سائر أمور الديانات. قال الحسن وسفيان: ثم جعلناك على شريعة من أمري. قال: على السنة. وقال شيخ الإسلام: إن السنة هي الشريعة. يبقى جاهد بالسنن، جاهد بالشريعة، كل الشريعة. صحح الأخطاء. اجعل جهادك على جهاد النبي، اجعل جهادك على السنة، اجعل جهادك على السنة. هل جاهدت على السنة؟ هل كنت قويا فجاهدت؟ هل جاهدت تحت ولي الأمر كما سأبين شرط الجهاد؟ هل جاهدت وقد وضعت يدك في يد المسلمين؟ إذا قال قائل: لكن قد استعان النبي بالمشركين، نقول: استعان النبي بالمشركين لكن لم يمدح المشركين. استعان النبي بالمشركين عند الحاجة لكنه لم يمدحهم ولم يوالهم. استعان بهم وهو يكفرهم، استعان بهم وهو يبغضهم. وأما حماس استعانت بالروافض وهي تثني عليهم، وبالنصيرية وهي تثني عليهم كما سأبين إن شاء الله. ولهذا قلت لهم بأن الجهاد بالسنن أعظم من الجهاد بالسيوف. وانتقدوا علي: كيف يكون الجهاد بالسنن أعظم من الجهاد بالسيوف؟ احنا عندنا جهادان، جهاد السنن لا يبطل جهاد السيوف، لكن إن كان بالسنن. انتبهوا، جهاد السنن لا يعارض جهاد السيوف بشرط أن يكون جهاد السيوف على وفق السنن، لكنه في المنزلة أعلى. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وعطروا أسمعكم بدلا من سبابهم بأثار السلف. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة
كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. جاء هذا في تاريخ بغداد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد نقل عن يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. إذا عرفتم ما السنن التي نريدها وما السنة التي نريدها. السنة هي الإسلام كله، السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا ارجعوا إلى المقطع الأصلي. المقطع الأصلي أول كلمة فيها أنا قلتها إيه؟ كل الطرق إلى القدس مسدودة إلا طريق ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وختمت المقطع بإيه؟ بنفس الكلمة: كل الطرق إلى القدس مسدودة إلا من طريق واحد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل الإسلام هذا الذي أردته السنن، لكن هؤلاء لا يفقهون السنن. تعالوا أعلمكم السنن. ما سمعتم وصفا لأهل الحق يسمى بأهل السنة؟ أهل السنة والجماعة يعني أهل النوافل، يعني أهل قيام الليل، يعني أهل مائدة الرحمن، يعني أهل التسبيح. من أهل السنة والجماعة في مقابل 72 طائفة؟ حديث الافتراق تحفظونه ولا تضعفونه أيضا. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية على ما أنا عليه اليوم أصحابي. تعرفون السنة؟ تعالوا أعلمكم كتبها. اقرأوا ورايا كده، اكتبوا إذا كنتم لا تعلمون. السنة للإمام أحمد، السنة للخلال، السنة للمروزي، السنة لابن أبي عاصم. اكتبوا. تعرفون هذه الكتب؟ عرفتم جاهد بالسنة يعني ايه؟ يعني أصول الإسلام. السنة للخلال، السنة للمروزي، السنة لابن أبي عاصم، السنة لأحمد، شرح السنة البربهاري. تعرفون رجل اسمه البربهاري؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ تعرفون حسن البنا وسيد قطب، لكن تعرفون هذا؟ تعالوا. لقد أوقعكم الله في شر أعمالكم. لقد كان مقطعا كم فرحت به وسجدت لله عز وجل شكرا. فرصة أن أكلم الأمة. كم كنت أتمنى وأقول لطلابي كثيرا أتمنى أن أمسك مكبر صوت وأطوف في العالم وأقول لهم السنة. وجاء ولله الحمد والمنة إجابة دعائي، وإن جاءت في ثوب محنة لكنها منحة بفضل من الله أرجو، والله أعلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.